المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في البلاد اليوم. جهود في قلعي لحل مشكلة مياه الشرب. ورشة عمل لضمان صحة غذاء الإنسان والحيوان. طرفا النزاع في ليبيا يتوصلان لخارطة طريق تمهد لإجراء انتخابات. 15 دولة في آسيا والمحيط الهادي توقع اتفاقا تجاريا مهما تدعمه الصين. وروسيا تجرب صاروخا قادرا على ضرب أهداف بعيدة. أهلا بكم مشاهدينا. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 12 من نوفمبر أظهرت إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا في إقليم قاشبركة. وكان المواطنان العائدان من السودان مؤخرا في مركزي العزل بشامبوق وأم حجر. في غضون ذلك شوفي 6 مصابين بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات إقليمي القاشبركة وعنسبة. كان 5 منهم في القاش بركة وواحد في عنسبة. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 493 مصابا، شوفي منهم 444 مصابا، ولا يزال 49 مصابا يتلقون الرعاية الصحية. وزارة الصحة 12 من نوفمبر 2020. يقوم سكان ضاحية قلعي في مديرية قالا نفحي بالإقليم الأوسط بأنشطة للدفع بجهود حل مشكلة المياه. وأشار مدير مديرية قالا نفحي السيد محاري يوهنس ومدير ضاحية قلعي السيد محمد سعيد بجهود السكان المنظمة لحماية التربة وحفظ المياه وضمان مساقط المياه. وقال خبير تطوير السدود في قسم البنى التحتية الزراعية في الإقليم الأوسط المهندس بنيام هيلي أن العمل جار لبناء خزان بسعة أكثر من 65 ألف متر مكعب في قلعي في إطار جهود حل مشكلة المياه. من جانبه أوضح مسؤول البنية التحتية الزراعية في الإقليم الأوسط المهندس أبراهام دانييل أن الجهود الجارية لإصلاح مساقط المياه لها إسهام كبير في تنمية مصادر المياه واستغلال التربة. عقدت في الإقليم الأوسط ورشة عمل من 9 وحتى 12 من نوفمبر الجاري حول ضمان جودة البذور وأهمية الحجر الصحي للحيوانات لضمان منتجاتها والاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية وضمان سلامة غذاء الإنسان والحيوان. وهدفت الورشة التي شارك فيها مسؤولو الزراعة في المديريات والناشطين في الزراعة والتجارة الزراعية هدفت للتوعية بهذه المواضيع المثارة وتقديم منتجات آمنة للمستهلك. وقال مسؤول تنمية النباتات في الإقليم الأوسط السيد أسرات هيلي أن التعرف على القوانين والتعليمات الصادرة واتباع أسلوب علمي ضروري لتحقيق الأهداف المرجوة. وبحثت الورشة قضايا تنمية البذور وحفظها ونشرها وأهمية الرقابة للداخل والصادر والاستخدام الآمن للمبيدات. وذكر مسؤول الرقابة في الإقليم الأوسط السيد يوهانس جبرلول أن بذور القمح والشعير التي اختبرت في الإقليم حققت نتائج مرضية، داعيا المشاركين في الدورة للاهتمام بالرقابة على الحيوانات والنباتات في مناطقهم. أعلن مسؤول خدمات توزيع المياه في مدينة بارونتو سيد إسحاق قبرز قابهير أن جهود توفير المياه للمدينة تحقق نتائج مرضية. وأوضح الجهود المتواصلة الجارية لضمان مصادر مياه مدينة بارونتو وتنميتها وتوزيع المياه عبر المواسير والصهاريج ونقاط التوزيع. وأشار إلى أنشطة الرقابة الجارية لجعل أسعار المياه مناسبة للمواطن والقيام بأعمال صيانة الآبار ومحركات الضخ لضمان استمرارية خدمات المياه. وأوضح السكان من جانبهم حصولهم على المياه يوميا بأسعار مناسبة، مؤكدين المساهمة في البرنامج الجاري لإدخال أنابيب المياه. يقوم سكان ضاحية حرسلي في مديرية جنوب دنكاليا بنفير لحماية التربة وحفظ المياه وإصحاح البيئة. أوضح السكان أنهم يعملون لاستغلال الأراضي الخصبة في التنمية الزراعية ورفع الإنتاج ومكافحة أشجار المسكيت التمر موسى الآخذة في الانتشار. وذكر السكان أن العمل الذي يقومون به عبر التأطير المنظم يعكس جاهزيتهم للتنمية، داعين لمساعدتهم ومدهم بأدوات العمل اللازمة.
مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، أعلنت مفادة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز أن طرفي النزاع في هذا البلد المجتمعين في تونس توصلا إلى خارطة طريق تفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية وتشمل خطوات لتوحيد البلاد. وذكرت المسؤولة الأممية أن المحادثات السياسية الجارية في تونس بشأن مستقبل ليبيا أحرزت تقدما، مما يمهد الطريق أمام إجراء هذه الانتخابات في غضون 18 شهرا. ولا يزال الكثير من الليبيين يشكون في مساعي صنع السلام بعد سنوات من الفوضى والحرب في بلادهم، مع وقوع المؤسسات الرئيسية تحت سيطرة الفصائل المتنافسة التي تمزقها الانقسامات السياسية والإقليمية والفكرية وتدفق الأسلحة من قوى خارجية. غير أن محادثات تونس تأتي في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار جرى الاتفاق عليه الشهر الماضي بين الطرفين المتحاربين الرئيسيين. توقع 15 دولة في آسيا والمحيط الهادي اتفاقا تجاريا مهما تدعمه الصين خلال قمة افتراضية بدأت الخميس. وبعد توقيع النص ستصبح هذه الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أكبر اتفاقية تجارية في العالم في إجمالي الناتج الداخلي حسب محللين. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق الذي تعود فكرته إلى 2012 يشكل ردا صينيا على مبادرة أمريكية تم التخلي عنها الآن، وهو يشمل 10 اقتصادات في جنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا. من جهته، أكد رئيس الوزراء الفيتنامي نوغوين شوان فوك في تصريحات تمهيدية قبل القمة أن الاتفاق سيوقع خلال الأسبوع الجاري. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أجواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19 في الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصاروخ الاستراتيجي الجديد سارمات، والذي يبلغ مداه 18,000 كيلومتر، يخضع للاختبارات. وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن صاروخ RS-28 سارمات، وهو صاروخ باليستي قادر على الوصول إلى قارات بعيدة ويعمل بالوقود السائل، ويتم إطلاقه من منصة مخبأة تحت الأرض، وصنعته روسيا كبديل لصاروخ فيفودا، وهو أضخم صاروخ حربي في العالم دخل الخدمة العسكرية في القرن الماضي. وتم إعلان مواصفات صاروخ سارمات لأول مرة خلال معرض أرميا 2019 لأسلحة الجيش الروسي، ويزن 208.1 طن وقادر على حمل نحو 10 أطنان. ويبلغ طول صاروخ سارمات 35.5 متر وقطره 3 أمتار، ويبلغ وزن وقوده 178 طنا. قالت دار سوزبي للمزادات أن ألماسة شديدة الندرة بلون وردي ومسحة بنفسجية تم استخراجها في روسيا بيعت بمبلغ 26.6 مليون دولار. ووصفت سوزبي الألماسة بأنها أعجوبة حقيقية من عجائب الطبيعة. وكانت سوزبي تتوقع أن يتراوح سعر الألماسة روح الورد النقية ذات الشكل البيضاوي بين 23 مليون دولار و38 مليون دولار عندما تعرض للبيع في المزاد في جنيف. وافتتح المزاد بسعر 16 مليون دولار ثم قفز إلى 21 مليون دولار عند إغلاق المزاد بالإضافة إلى العمولة. وقالت ثوزبي أن منافسا عبر الهاتف اشترى الألماسة وطلب عدم الكشف عن هويته. وقال بينوا ريبلين خبير المجوهرات الذي أشرف على البيع أن الألماسة البالغ وزنها 14.83 قيراطا سجلت رقما قياسيا كأكبر بلورة ماسية وردية زاهية تعرض في مزاد. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.